مساء الخير على احلى شعب في الدنيا، على اجمل شعب في الدنيا. النهارده 15/5 ما شاء الله تبارك الله، عندنا احداث واخبار حلوه جدا. ما شاء الله تبارك الله على بلدنا. الله اكبر عليك يا مصر، الله اكبر عليك يا رئيسنا. وطبعا ما ننساش الشكر والتقدير والاحترام لوزير النقل كامل الوزير. ما شاء الله تبارك الله، النهارده تم فتح 6 محطات مترو. ما شاء الله تبارك الله، النهارده كان ال6 خطوط مترو: بولاية دكرور، جامعة الدول العربية، قومية العربية، امبابة، توفيقية. في محطة تاني برضو اتفتحت بس مش متذكراها. 6 محطات النهاردة اتفتحوا للشعب اللي كان بيعاني من المواصلات، بالذات جامعة الدول العربية وبولاق دكرور ومبابة. والخط ده كله كان مظلوم من على الخريطة. بجد تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا رئيسنا اللي بيفرحنا، اللي كل يوم بيفرحنا بمشاريع وبيفرحنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بمصر الجديدة. مصر الجديدة بتاعتنا وبتاعت أولادنا، أرضنا وجيشنا واقف لنا على الحدود بيحمونا، بيحموا شعبهم، الشعب المصري. شرطتنا اللي ما بتنامش، اللي بتحمينا، بتحمي الشعب المصري. عيون لا تنام. الله أكبر عليك يا بلد. العالم كله عمال يلف حوالين نفسه، واحنا في مصر عمالين نفتح مشاريع وبنفتح مترو وبنفتح انفاق وبنصنع عربيات وبنصنع أجهزة كهربائية. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. كان هم ونزاح وربنا فتحها علينا، ودايما بلدنا في الأحسن والأحسن والأحسن مع رئيسنا ومؤسساتنا. تحيا مصر وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، رغم أنف الحاقدين، رغم كل حاقد وكل حاسد وكل واحد عايز يوقع بلدنا ويفرقنا. رئيس عبد الفتاح السيسي لم الشمل المصريين، خلاهم كلهم ايديهم واحدة. طول ما احنا ايدينا واحدة بلدنا بتكبر بينا، بتكبر بشعبها، بتكبر بمؤسساتها. طول ما احنا خايفين على بلدنا هتبقى احسن واحسن واحسن. تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا شعب مصر. شعب مصر اللي صبر سنين بيعاني من المواصلات والزحمة. كانش فيه في بلاد دكرور غير كوبري واحد بس كانوا مسميينها الصين الشعبية، عشان كنت تخش من جامعة الدول العربية وتنزل بولاق دكرور كنت تقعد 2 ساعة على الكوبري. عشان كنت تخش شارع القومية كنت تقعد 2 3 ساعات عشان تعدي، والناس كانت بتبقى ماشية فوق بعضها. الشوارع كانت متكسرة. النهاردة شوارعنا مستفلتة، عندنا مترو، عندنا اتوبيسات جديدة، عندنا قطورة جديدة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. النهاردة ما شاء الله تبارك الله بقى عندنا سيولة دولارية في البنوك المصرية. بنعافر وبلدنا هتكبر بينا ان شاء الله بإذن الله. احنا قدها، واللي عايز يقرب من بلدنا ولا يفكر مجرد تفكير، اللي هو يقرب يجرب. جيشنا ما بينامش، شرطتنا ما بتنامش، الشعب المصري 100 مليون جندي مع بلدنا عشان بلدنا تتطور وتبقى احسن واحسن واحسن مع رئيسنا عبد الفتاح السيسي ومؤسساتنا وشرطتنا وجيشنا. تحيا مصر.